شوف ابو سعود، هو كل مدرب اليوم يجب عليه القراءه الجيده بالنسبه حق الخصوم اللي قاعد يقابلها، وانا اعتقد ان اليوم الادوات الموجوده في نادي الكويت من اللاعبين هي راح تساعد نيبوش على تطبيق اي طريقه تحتاجها المدرب، سواء كان بالضغط العالي او خلينا نقول في ضغط في وسط الملعب او خلينا نقول في الزون الدفاعي. فانا اعتقد ان اليوم على نيبوش الان خلال ال 48 ساعه يجب قراءة الخصم من خلال مشاهدة الفيديو بالنسبة لمباراة الشباب العماني. وأنا أعتقد أن لابد أن هناك في نقاط قوة وفي نقاط ضعف يجب على نيبوش أن يعتمد على النقاط السلبية والإيجابية. وأنا أعتقد أن مثل ممكن في موضوع كان بسيط أن تكلمت عن فترة الإعداد، الآن صعب على نادي الكويت أنه يبدأ بالضغط العالي. ليش؟ أنا قلت لك يمكن قلة المباريات، وعلى نيبوشا قلت كذا هو قاري الخصم، اذا كان هناك عنده سرعه لعب لازم ما يجاري في سرعه اللعب عشان يعتمد على الحاله البدنيه او العامل البدني بالنسبه حق لاعبين نادي الكويت. ولكن اذا شفنا الفريق متواضع وفي عنده تكتلات دفاعيه يعني يختلف اللعب. فاليوم نيبوشا مثل ما شفنا قراءاته بالدوري المحلي او المباريات المحليه، يجب حتى المباراه الخارجيه عليه القراءه الجيده والتوظيف الجيد بالنسبه حق اللاعبين. وانا قلت لك الادوات راح تخدم نيبوشا باي طريقه هو يحتاجها، ولكن اذا كانت هناك القراءه الجيده، وانا اعتقد ان نيبوشا نجح خلال السنتين او 3 سنوات اللي تولى فيها تدريب في نادي الكويت، انا قاعد اشوف ان اليوم هو ناجح مع نادي الكويت. طيب